السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا هنا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة فما ترددش وتواصل معانا، وإحنا إن شاء الله نحاول نساعده نحل له المشكلة بتاعته في أقرب وقت. وللتواصل وعرض المشاكل هيلاقي كل المعلومات متاحة تحت في صندوق الوصف. وفي الآخر ما تنساش اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناة عشان نقدر نساعد ناس أكتر ونوصل لناس أكتر. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة عضوة يا جماعة، أنا عايزة حل. أنا في حالة ذهول وقاعدة مصدومة، لا عايزة آكل ولا أشرب وحاسة إني عاملة. أخويا جالي وما كانش في حد في البيت غير بنتي، وأنا سبتهم ونزلت أجيب طلبات. لقيت بنتي بتكلمني من التليفون في الشارع وبتعيط جامد وتقول لي تعالي دلوقتي وهاتي بابا. وأنا روحت لقيت أخويا مشى، ولقيتها بتحكي لي إنه حاول يتهجم عليها وبيقول لها كلام كله وحش. وأنا مصدومة حاسة إني في غابة، إني سبتهم عشان مديها الأمان. عمري دماغي ما توديني التفكير ده. اعمل ايه؟ وخايفه البنت تحكي لابوها، ساعتها هتبقى مصيبه، او حتى لاخواتها. قولوا لي اعمل ايه؟ انا هموت. بص يا ستي، مبدئيا الله يعينك ويقويك ويصبرك. انت في وضع صعب جدا، ما حدش يقدر يقول لك غير كده. بس في نقطه عايز اقولها لك في الاول، يعني ده اخوك، انت اكتر حد عارفاه. فلو انت كان عندك 1% شك ان اخوك دوت انسان سافل ومش محترم وسمحتي ان ده يحصل، صدقيني فانت اشتركت في الجريمه اللي حصلت لبنتك، والغلط كله عليك. اللي حصل ده درس لينا كلنا يا جماعه. مهما حاولنا ان احنا نعرف ايه اللي بيفكر فيه اولادنا وايه احاسيسهم، مش هنقدر نوصل لدرجه كبيره باللي بيحسوا فيه. المشكله يا جماعه مش في حد ذاتها في التربيه في حد ذاتها، لا. المشكله في الشيطان اللي بيقدر يغلبنا. المشكله في النفس اللي بتأمرنا بالسوء. يا جماعه مهما كنتم متاكدين من تربيه اولادكم ما تسالوش الموضوع دوت. الاختلاط يا جماعه برضه يبقى كل حدود، حتى مع الاخ واخته، مش مع الخال وكذا او العم، لا. يا جماعه الزمن اللي احنا فيه ده زمن فتن. الحرام سهل جدا الوصول اليه، واللي بتبنيه انت في ابنك في سنين ممكن يصاحب عيل، او بنتك تصاحب بنت في شهرين ثلاثه تدمر كل اللي بنيته في 20 سنه او 25 سنه ايا كان العمر. فالموضوع يا جماعه مش سهل. البنت ضحيه، احضنيها وخلي كل تفكيرك مش ان ابوها يعرف، لا، خلي كل تفكيرك ينصب ان ازاي البنت دي تتخطى الصدمه اللي هي فيها. صدقيني الصدمه اللي هي بنتك فيها دي صعبه جدا. فهو دوت المفروض يبقى كل اللي بتفكري فيه في الوقت الحالي، ان مش ان ابوها يعرف، لا، انها ازاي تعدي المرحله اللي هي فيها حاليا. بص يا ست، لو الموضوع ما تعداش ان كونه محاوله تعدي ومحاوله تحرش، يعني مثلا الموضوع ما تطورش باي درجه إن كانت، ف... فهدي بنتي كده، خدها في حضنك وحاولي تفهميها يا بنتي الموضوع ده ما تقولوش لاي حد، حتى لو باباك او اي حد. ولا يا بنتي الحاجه دي انا بطلبها منك عشان خاطر انا، مش عشان خاطر الحيوان اللي عمل كده. عشان خاطر انا الغلط كله هيجي عليا، ووالدك طبعا لو عارف هيبقى رد فعله عنيف، والغلط كله هيجي عليا ان هيقول لي انت قصرت وكده. فانا شايف يعني مثلا الموضوع طول ما هو موضوع بسيط، يعني فهو مش بسيط، مش هو في العموم مش بسيط الموضوع، بس انا قصدي يعني مثلا التعدي بسيط، تمام. فدوت اسهل حل تعمليه. اما فانت طبعا عليك خطوات لازم تعمليهم. اول خطوه لازم بدون اي شك ان انت تبلغي اهلك، والدك، والدتك، اخواتك، لازم يعرفوا الحيوان ده عمل ايه، ولازم يفهموا الكلام ده عشان الكل يحرص منه، عشان ما يعيدش الموضوع ده مثلا قدر الله مع عيال اختك او عيال اخوك لو موجودين. فلازم يعرفوا الكلام ده وتفضحيه وتكشفيه قدامهم. دي نقطة. بالنسبة لك انت، يعني معلش ما تسامحيش في حق بنتك مهما عمل، لو ايه عمله، لا، انت ما تقدميش تنازل في الموضوع دوت. ان هو وصل لدرجة مرحلة ما يعني ما فيهاش سماع. دي نقطة برضه. ما تخليش في أي ما تخليش مثلا يخش في ايدك تاني، أكيد ده من نفسك مش هتعمليها، ما يخش في ايدك تاني، لا. وكمان زيادة يعني مثلا على قد ما تقدري ما تخليش يحصل أي احتكاك بينه وبين بنتك، حتى لو بالنظر. يعني مثلا أدي لك مثال، لو مثلا عندكم مناسبة اجتماعية مثلا في العيلة، فطبعا أخوك هيبقى متواجد وأنت تبقى معزوم مثلا، فتاخد بنتك. لو أنت عارف إن أخوك هيروح، صدقني الأحسن يعني لو بنتك ما تخططش الموضوع دوت وحسيت الموضوع ده مأزمة نفسيا، فلا، فبنتك الاسهل ما تروحش الموضوع ده، ما تروحش المشوار دوت، بحيث ان علامه الضرر ما تخليش عينيها تيجي في عين الحيوان دوت، عشان خاطر ما يرجعلاش الصدمه تاني، ما يفكرهاش باللي حصل منه، فنفسها تصعب عليها، فنفسيتها تسوء. تمام. اما انت زي ما قلت لك، انت بابه يتقفل خالص، يعني مش هقول لك قطعيه، لا، انت المفروض اصلا تقطعيه بعد اللي حصل دوت. اما بالنسبه لو التعدي دوت كان موضوع كبير، او كان تعدي يعني باي شكل من الاشكال صعب شويه، فلازم ابوها يعرف، تبلغ ابوها ان دي الاصول واللي يحصل يحصل. بس فانت زي ما قلت لك كده، تاخدي بنتك في حضنك. بنتك تخلي بالك منها، بنتك حاليا في صدمه. موضوع مش سهل. يعني انت مثلا تشوفي انت بتفكري
مثلا في كذا موضوع، يعني شايفه كذا جانب للموضوع. بنتك في الوقت الحاليا يعني الله يعينها في فكرها، يعني عدم احساسها بالامان، وكمان ان دوت خالها. صدقيني بنتك نفسيا لو انت ما لحقتهاش الموضوع هتدمر معاها، وممكن يوصل معاها العقده. فاحضني بنتك، خلي بالك من بنتك، فهميها ان هي ما غلطتش في اي حاجه، وان هي ما عليهاش اي غلط، وعرفيها ان انت مش هتسكتي، وان انت هتحاول تجيب حقها، بس مش من خلال والدك، عشان خاطر ايه؟ ان والدك لو الموضوع وصل له الموضوع هيتطور لما لا يحمد عقباه. بس وباذن الله ربنا يسترها عليها يا رب، وان شاء الله باذن الله خير، وباذن الله غمه وتزول.